بيان للرأي العام العالمي إن العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وبشكل متزايد خلال هذه الفترة. إن الجرائم والانتهاكات بحق المرأة تشكل تهديداً وخطراً على المجتمع عموماً وعلى النساء السوريات خاصة. منذ بداية الثورة السورية بدأت الانتهاكات بحق الأهالي من قتل وذبح واغتصاب وسلب وفلتان أمني وتهجير قسري ومصادرة الأملاك والاعتقال التعسفي بحق النساء السوريات بكافة المحافظات وخاصة حلب وحمص، ويتم اغتصاب حقهن والمطالبة بالفدية المالية. نحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة بمكتب حلب ندين ونستنكر جميع الانتهاكات التي تقوم بها المجموعات المرتزقة، ونطالب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. منظمة سارة 6/2/2025. لا لقتل النساء، لا لقتل النساء، لا لقتل النساء. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان